من أحد المهارات اللي ممكن تدر عليك ربح لو أنت استخدمتها صح هي كتابة المحتوى. الشركات بتبقى محتاجة حد يكتب لها محتوى الفيديوهات، أو محتاجة حد يكتب لها محتوى إعلانات، أو حتى محتوى لأي حاجة. كتابة المحتوى مش حاجة سهلة، بس في نفس الوقت هي مش حاجة معقدة، هي خطوات لو مشيت عليها تقدر إن أنت تكتب سكريبت سواء كان لفيديو او لمحتوى على السوشيال ميديا. بما اني كتبت مئات السكريبتات في خلال السنه اللي فاتت للفيديوهات بتاعتي، فبقيت فاهم البروسيس ماشيه ازاي، وده اللي انا عايز اقول لك عليه النهارده. اول حاجه، ازاي الواحد بيجيله الفكره، فكره الفيديو اللي انت هتعمله، او فكره البوست، او فكره الديزاين، او اي فكره. ازاي الواحد بيجيله الفكره الاولانيه؟ اول حاجه ممكن تعملها انك تخش على الموقع بتاع جوجل ترندز. جوجل ترندز ده بيجيب لك ايه هي الترندات اللي حاصله عالميا، سواء في مصر او في اي بلد تانية حول العالم. كل ما تفهم ايه هي الحاجه اللي الناس بتتكلم عليها، ايه الترند اللي هو شغال دلوقتي، هيجي لك افكار كتير جدا بناء على الفكره. افهم اكتر عشان يجي لك افكار اكتر. كل ما تفهم الناس عايزه ايه، بتفكر في ايه، بتتكلم في ايه، كل ما انت تقدر تطلع افكار قريبه منهم. تاني حاجه، لما تخش على الفيسبوك وانت بتقلب في التقليبه العاديه بتاعتك بتاعت كل يوم، هتلاقي ان في بعض المواضيع الناس بتتكلم عليها كتير. دلوقتي الناس بتتكلم على الدولار او على الاقتصاد، في المستقبل ممكن يتكلموا على حاجه تانية. خد الافكار بتاعتك برضو من الفيسبوك. تالت حاجه، ممكن يجي لك افكار في اوقات عشوائيه جدا. انا واحد بيجي لي الافكار دايما وانا واقف بستحمى، في ناس بتجي لها الافكار وهي في الحمام، في ناس بتجي لها الافكار وهي بتتمشى. الاوقات العشوائيه اللي بيجي لك فيها افكار دي، خلي معاك دايما ورقه وقلم واكتب الفكره، ولما تروح ابني عليها. يبقى كده هي دي مصادر الافكار الاساسيه اللي بيها تقدر تاخد الموضوع للخطوه اللي وراها، وهي خطوه كتابه السكريبت. في 3 انواع من الناس في طريقه الكتابه بتاعه الفيديوهات او اي حاجه تانية. النوع الاول هو واحد بيكتب كل حاجه بالتفصيل الممل. يعني انا دلوقتي مثلا وانا بتكلم قدامك، انا كاتب قدامي حاجه، بس اللي انا كاتبه هو مش الكلام كله. الورقه دي مثلا فيها 5-6 فيديوهات. اللي بعمله ايه؟ ان انا بكتب النقاط الاساسيه اللي انا هتكلم عليها، وما بين كل لحظه ولحظه ببص كده على الورقه واشوف النقطه الجايه انا هتكلم على كذا، وارجع تاني اتكلم للكاميرا. في حد ما يقدرش ان هو يعمل كده، او ما يحبش ان هو يعمل كده، وبيفضل ان هو يكتب كلمه كلمه. فهو بيكلمك بيبقى معلق الورقه قدام الكاميرا وعمال يبص يقرا الكلام اللي مكتوب على الورقه. انا لا افضل الفكره دي، لان بيبقى باين جدا ان انت بتقول كلام او بتقرا كلام من ورقه. الاحسن الطريقه اللي انا ماشي بيها، بس ده الاحسن بالنسبه لي. في طريقه ثالثه، ودي بقى حاجه اللي هي بقى ايه، ليفل الوحش، انه يبقى كاتب بس عنوان الفيديو. زي مثلا احنا بنتكلم ازاي اكتب محتوى دلوقتي، يبقى كاتب بس عنوان الفيديو ويفتح الكاميرا ويقعد يتكلم ويخلص ويقفل والفيديو خلص. فانت هتنقي ايه هي الحاجه المناسبه بالنسبه لك لو انت بتعمل فيديو. لكن لو انت بتكتب محتوى، انصحك ان انت تاخد الموضوع كلمه كلمه، لان ساعات ممكن اللي بيلقي الفيديو ما يقولش الكلام اللي انت محتاجه ان هو يقوله بالظبط. الموضوع موازنه، محتاج ان انت تشوف ايه هو الستايل اللي انت هتعمله، سواء الاول او التاني او التالت، بما يتناسب مع الموقف اللي انت فيه. بتكتب سكريبت الفيديو ولا بتكتب محتوى للسوشيال ميديا؟ طيب بعد ما اتكلمنا على الستايل، محتاج المحتوى بقى اللي انت هتكتبه ده يكون فيه حاجه من الحاجات اللي انا هقولها لك، او كلهم لو قدرت تعمله. اول حاجه، محتاج انه يكون فيه قصه. يبقى الفيديو او الكلام اللي انت هتكتبه ممكن يبقى قصه، لان الناس بتفتكر القصص احسن بكتير جدا ما بتفتكر المعلومات. بس برضو لو تقدر ان انت تعزز الكلام بمعلومه، باحصائيه 50% من الناس كذا، 70% من الناس في البلد الفلاني بيعملوا كذا، ده يبقى جميل جدا. والاهم ان اول كام جمله في السكريبت بتاعك تبقى حاجه بتجذب الانتباه. لو انا بدات الفيديو بتاعي 5 دقايق عمال اقول لك السلام عليكم وازيك وايه الاخبار وعامل ايه، هتزهق ومش هتكمل الفيديو. لكن لو بدات الفيديو بحاجه اقول لك مثلا انا مدمن، وما اقولكش انا مدمن ايه، فانت انتباهك بقى معايا، اقول لك انا مدمن اكل صحي. يعني الفكرة انك انت بتحاول انك تعمل حاجة تجذب انتباه الشخص اللي قدامك، سواء كان فيديو او لو كانت حاجة مكتوبة. حاول دايما انك تخلي فيه عنصر اشراك للشخص اللي قدامك في اخر المحتوى بتاعك، سواء كان فيديو او اي سكريبت. تسأل سؤال وتقول للناس ايه رأيكم، او تطرح سؤال على القارئ بحيث ان هو يفكر فيه. بغض النظر ايه نوع المحتوى، حاول تشرك الشخص اللي قدامك معاك في السيناريو ده. اخر واهم خطوة، تعلم من اخطائك. لما تعمل سكريبت الفيديو او تعمل سكريبت لاي حاجه وتنزله وتكتشف ان هو كان فيه عيوب انت كان المفروض تصلحها، ما تغلطش نفس الحاجات المره اللي جايه. المره الجايه لما تعمل سكريبت، حاول ان انت تعمله مظبوط اكتر من كده. دي كانت النقاط الاساسيه، ازاي تقدر ان انت تكتب محتوى، ازاي تقدر تطلع افكار، وايه هي الستايلز اللي موجوده. لو عندك اي سؤال ابعت لي، وكالعاده ادعي لي.